ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد. اتمنى الفيديو يعجبكم. عايزاكم بس تتابعوا الفيديو للنهايه، وان شاء الله هتاخدوا منه باور وطاقه وهيعجبكم جدا جدا. بس لو انت اول مره بتشوفيني، اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وبرحب بكل اصحابي الحلوين اللي جم عندي في القناه، نورتوني وشرفتوني، وجودكم على راسي. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش من محبتكم ابدا. وطبعا كل اصحابي وحبايبي اللي معايا وحشتوني جدا جدا، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش من محبتكم ابدا. النهارده بقى انا جايب فيديو جديد. هنعمل ايه النهارده؟ انا بقى اولادي تعبانين جدا جدا جدا، واخدين نزله معويه شديده قوي، وشفت يومين صعبين جدا بصراحه. فقلت بقى ايه، اكلهم اي حاجه مسلوقه كده النهارده. علشان هما بقالهم كذا يوم عايشين على العيش والجبنه بس. وحتى البقسماط مش لاقيه في الطواجن كلها مقفله. فقلت بقى اسلق لهم فرخه كده واعمل لهم حبه رز ياكلوا شوربه ورز كده، وايه، وحته فرخه مسلوقه. بس المهم، انا عندي الثلاث عيال يعني ضايعين مني. ادعوا لي بقى ربنا يتم شفاهم على خير ويخليهم كده ويطول في عمرهم، لان بامانه انا قلبي وجعني عليهم. لان انا شفت يومين، عايزاكم كلكم تاخدوا بالكم من الدور ده. في دور ماشي في الجو، اسهال وترجيع وحاله يعني ربنا ما يوريها لحد. انا عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش عارفه، يعني انا هوريكم منظر. انا كنت حاطه الجردل والباسكت جنب كل سرير، وشايله السجاده، والحمام كان متبهدل. وشفت يومين يعني ربنا ما يوريهم لحد. ادعوا لهم بقى ربنا يتم شفاهم على خير. هم الحمد لله بقوا احسن شويه اول ما اتحسنوا النهارده. قمت بقى وقلت اعمل لهم اكل ياكلوا كده، وانضف الشقه بقى، لان انا بصراحه كنت قرفانه من الشقه قرف غير عادي. لان عايزه اقول لكم ترجيع كان في كل حته. المهم أنا دخلت على المطبخ، سلقت فرخة وعملت لهم حبة رز كده، وكان عندي شوية مواعين من بالليل غسلاهم. قلت ارصهم معاكم وكده. و... وكان في شويه معالق في الغساله. كان عندي مواعين صدقوني مركونه في الغساله بقالها كذا يوم، مش عارفه افضيها. فضيتها، والمعالق دي كانت في الشبكه بتاعه الغساله وكده. قلت افضيها برضو. والغساله كنت حاسه ان ليها ريحه، زفاره كده، ريحه مش حلوه بصراحه. كنت حاسه ان انا قرفانه من كل حاجه في الشقه، عايزه اغسل كل حاجه وانضف كل حاجه بعد اليومين اللي شفتهم دول. بس فضيت الغسالة طبعًا، وقُلت بقى أمسكها إيه، أغسلها واغسل الفلتر بتاعها. عايزة أقول لكم إن أنا لقيت الفلتر بتاعها عليه زي دهون كده. حاسة إن أنا مقصّرة في تنضيفها بصراحة. هو طبعًا مش معنى إن هي بتنضّف لنا المواعين معنى إن هي بتغسل نفسها، لأ، هي برضه محتاجة إنها تتغسل وتتنضّف. وبيبقى في رواسب كده في الجناب، والحاجات دي بتعمل ريحة زفرة في المواعين. فلازم بعد كل كام غسلة كده تتغسل. أنا بصراحة بقى لي فترة كبيرة عشان ما باغسلش فيها باستمرار. ف فكنت مكبّرة دماغي. يعني أنا باغسل مثلًا غسلة كل 3، 4 أيام عليها. وساعات باغسل المواعين واكسل اشيلها منها، واقوم اغسل اللي في الحوض، واقول ايه اما ابقى فاضيه ابقى ارص اللي في الغساله وكده. فالنهارده بقى فضيتها بصراحه وقلت اغسلها. وبصراحه اليوم ده كنت صاحيه بدري، وكان يوم كله نشاط بصراحه. يعني انا قمت من النوم، بنتي كان عندها امتحان النهارده الأربع. فقمت الصبح نزلتها الامتحان بتاعها، وطمنت عليها وفطرتها واديتها العلاج بتاعها في المدرسة. و... رجعت بقى قلت ايه، مادام صحيت بدري بقى لازم اغسل الحمام بقى وانضف الشقة وكده، لاني بصراحة كنت قرفانة جدا. دخلت على المطبخ قبل ما اعمل اي حاجه في الشقه. قلت ايه، احضر لهم الاكل وكده عشان اللي يقوم يلاقي اكل على طول ياكل. لان هم بصراحه قرفوا من الجبنه يعني. انا عايزه اقول لكم يومين هم من يوم الاثنين لحد النهارده الاربع، مش بياكلوا اي حاجه خالص غير جبنه. فزهقوا بقى بصراحه، فقلت اقوم اعمل لهم اي حاجه بقى مختلفه النهارده ياكلوها. ونعدي النهارده كده بمسلوق، وبكره ان شاء الله ربنا يحلها بقى. فقلت اقوم بقى اخلص الغدا بتاعهم بدري. اللي يقوم بقى لو هيفطر ياكل اي سندوتش اي حاجه كده. سلقت برضو بطاطس، وقلت اللي حابب يعني يفطر حتى بطاطس بكمون كده الصبح. والغدا بقى ياكلوا حبه يعني كل واحد قطعه فراخ وحبه رز وشوربه وخلاص. وحتى احنا اكلنا معاهم كده يعني. قلنا مش هنسيبهم يحسوا ان احنا عاملين اكل وكده وبناكل وهم لا، اكلنا زي ما هم بياكلوا بالظبط. ومسكت الغسالة بقى نضفتها، ودعكت الارفف بتاعتها، وشلت الفلتر بتاعها، غسلته ونضفته، ومسكتها من جوه لمعتها. بلمعها بايه، بازازه كده فيها شويه خل وشويه كلور. ما بحطش اي مسحوق عشان ما يرغيش جواها، لانه لو رغى الرغاوي دي غلط عليها. بس مسكتها دعكتها كويس جدا، من بره ومن جوه لمعتها بصراحه بالبخاخه دي. وعندي زي الفل، هي ما فيهاش اي حاجه. بس بعد ما نضفتها وخلصتها بقى،
مسكتها من بره برضو، قلت ألمعها بالمرة وأرجع كل حاجة مكانها. بس يومي النهارده كان طويل شوية، بس عايزة أقول لكم إن أنا أنجزت حاجات كتير جدًا. اليوم اللي باصحى فيه بدري باحس إن أنا باعمل حاجات كتيرة جدًا، جدًا. أنا بقى لمّا وديت بنتي المدرسة قُلت لأ مش هارجع أنام، أنا هاروح أخلّص اللي ورايا، علشان ابني لمّا بيقوم وكده هو طبعًا لسه تعبان، بيكسّلني، بيبقى عايز يفضل قاعد في حضني، مش عايزني أتحرّك، عايزني أأكّله وأشرّبه، ده بيعطّلني يعني. فقُلت وهو نايم بقى فرصة أعمل أي حاجة أنا مكسّلة عليها أو عايزة أعملها ومش فاضية لها يعني. بس والغسالة بصراحة كانت أهم حاجة كانت لازم تتعمل عندي، لإني ما باقدرش أستغنى عنها بصراحة. بس غسلتها ورجعت كل حاجة مكانها وخليتها بتلمع زي ما انتم شايفين كده، وبس كده هقفلها وهروح بقى عندي الباسكت كان فيه شوية زبالة وكده، قلت برضو اشيله وانضف كل حاجة. اي حاجة في البيت فيها اي ميكروب انا بصراحة اتخلصت من اي حاجة، نضفت الباسكتات، نضفت الاحواض وغسلت الحمام، قلت اي حاجة في الشقة بقى حاسة ان انا قرفانة منها لازم انضفها تنظيفة كويسة جدا. بس هنا كان الحوض عندي أصلًا فاضي، ما كانش عندي مواعين من بالليل، و وهُم شوية المواعين اللي أنتم شُفتوهم دول أول ما دخلت على طول رصيتهم، والحوض عندي فاضي الحمد لله، والمطبخ زي الفل حواليّا. هي بس الرخامة اللي جنب الحوض دي حسيت إن هي عليها بقى زبادي وحاجة ساقعة ما كانوا بيشربوا، حاجات بسيطة كده، قُلت ألمّعها وأدعكها برضه، عشان لو في أي منديل أي حاجة اتحطت عليها تبقى متعقمة ونضيفة. وطبعًا أنا شغالة بالكلور، يعني أنا حاطة بريل وعليه كلور باستخدمه في أي حاجة بقى، قُلت عشان لو في أي ميكروب في الشقة والّا حاجة نخلص منه. بس مسكت الرخامة غسلتها ونضفتها وهارجّع كل حاجة مكانها، وطبعًا قبل ما أرُص أي حاجة بامسكها ألمّعها برضه وأنضفها. المهم عايزاكِ بقى لو أنتِ لحد هنا بتتفرّجي عليَّ وما اشتركتيش في القناة وبتتفرّجي من على الفيسبوك، تخشي من على اليوتيوب وتكتبي لولو channel في الsearch، وأول ما تظهر لِك القناة خشي واشتركي في القناة وفعّلي الجرس كده، وحطّي لي لايك، مش طالبة منِّك أكتر من اللايك، علشان أرحّب بيكِ في القناة واشكركم على اللي أنتم بتعملوه معايا. أنا طبعًا باشكركم على كل حاجة حلوة، بس أنا حاسة إن أنتم مقصّرين معايا، أنا مش عارفة ليه، مع إن أنا باحاول ما أقصّرش معاكم وإن أنا أشجّعكم. عايزاكم بقى تدعموني كده بلايكات حلوة، ومتشكرة طبعًا على مشاهداتكم الجميلة والناس الحلوة اللي بتحط لي كومنت حلو. كل واحد بيطلّع كومنت حلو ده نابع من اللي جواه ومن محبته للي قدامه، وأنا زي ما أنتم بتحبوني وبتكتبوا لي كومنتات حلوة، أنا كمان باحبكم جدًا، جدًا، وباحس إن أنا ليّا صحاب كده وصدقوني أنا أمّا باعمل فيديو بابقى باعمله وأنا متحمسة عشان أرجع أتكلم معاكم، عشان باحس إن في ناس بتسمعني وناس بتتكلم معايا، وباحس فعلًا إن أنا ليّا أصحاب وليّا عيلة وليّا أصدقاء مستنيينّي، حتى لو ما كنتوش بتعلقوا لي، أنا مشاهدتكم ليّا ده شرف ليّا كبير جدًا، جدًا، أنا ما استحقهوش. فربنا يخليكم ليّا، وعايزاكم بقى تحطوا لي لايك كده عشان خاطري عشان الفيديو يترفع و وكل الناس تشوفه. هنا بقى دخلت على الحمام، كنت حاسة إن أنا بادعك في الحمام وأنا يعني عايزة أحط كل طاقتي فيه، بجد كنت قرفانة منه جدًا. أنا عايزة أقول لكم إن إن عندي البنتين الاتنين، آآ الاتنين كانوا بيرجّعوا في وقت واحد، واحدة في الحمام، واحدة في البانيو، واحدة في الباسكت، الحمام ده كان متبهدل. فأنا مش ما كنت يعني مش عارفة أنا كنت بادلق كلور طبعًا كل شوية واشد المساحة وانضف كده وراهم، بس مش فاضية ومش لاقية وقت إن أنا أخش أدعكهم. فقُلت أول ما يفوقوا بس كده واحس إن الدنيا بقت تمام، هامسكه بقى أدعكه دعكة محترمة كده واغسله وانضفه، وإن شاء الله نقضي على أي ميكروب، وربنا يخلّي لنا ولادنا كلنا ويحفظهم لنا ويبعد عنهم أي مرض وأي حاجة وحشة، يدينا إحنا الصحة بقى إن إحنا نقدر نكمّل ونستمر ونخدمهم بعينينا. وربنا يدّي كل واحد مشتاق يا رب، ويعوّض كل واحد عن تعبه، و ويراضي كل أم في الدنيا نِفْسها تشيل كده ويبقى معاها طفل، ربنا يدّيكِ يا رب و ويفرّح قلبِك بطفل حلو يملى بيتِك فرح وهنا، ويبعد عننا كلنا أي مرض وأي وجع يا رب. بُصّوا بقى أنا هنا كنت بادلق كلور على شوية بريل كده وكلوركس ألوان في الأرض، وبادعك صدقوني كنت بادعك بضمير. بس مسكت الحمام بقى غسلت كله حتى كل يعني مثلًا نُص متر من السيراميك كده كنت بالمقشة برضه، ومسكت البانيو دعكته. أنا عايزة أقول لكم إن أنا رميت فيه مَيّة نار قبل ما أغسله،
وبعد كده دعكته بالليفة. بس انا معرفتش بقى ايه البانيو، ما بعرفش اصوره معاكم، بس لان البانيو برضو كان ساعات يعني عايزه اقول لكم في الاخر كده كانوا بيرجعوا حاجات صفرة، فكنت اقول لها رجعي في البانيو عادي لان هي ميه، فكنت حاسه ان البانيو مصفر، فقمت دلقه فيه بقى، مسكت ازازه عندي صغيره كده هوريها لكم دلوقتي، كنت ملياها ميه نار ودلقتها في البانيو ودعكته بالفرشه بتاعه الحمام دي بحته سلك معين، وبعد كده غسلته برضو ببريل وكلور تاني. بس قلت انضف كده علشان ايه، النظافه اولا حلوه، ثانيا طبعا بعد الترجيع والحاجات اللي بتحصل دي الواحد بيبقى قلقان بصراحه. بس مسكت الحمام ظبطته ونضفته ولمعته كده وايه وهطلع بقى على اوضتهم. الاوضه انا كنت شايله السجاده وحاطه جنب كل سرير باسكت كده، وحاطه طبق بلاستيك، اللي بتقوم من على السرير بيقوموا دايخين مش عارفين يعملوا ايه، فبيبقوا عايزين يرجعوا على طول في الطبق اللي جنبهم دوت، وجري على الحمام بقى. فقلت لا لازم امسك بقى الشقه كلها مسحه بكلور كده وانضفها وايه، ودخلت على الحمام بقى زي ما انتوا شايفين كده، حتى الصفايه بتاعت اسمها ايه الفرشه بتاعت الحمام مسكتها دعكتها، صدقوني يعني انا ما سبتش حاجه في الحمام بصراحه، ما دعكتهاش ولا غسلتها، والباسكت غسلته. اي حاجه كانت بتقابلني في وشي ممكن يبقى عليها اي حاجه مسكتها دعكتها بصراحه بكلور وشويه كلوركس الوان وبريل، التلاته دول بقيت شغاله بيهم في الحمام ايه. قلت ألمع بيهم بقى وانضف بيهم، واكتر حاجه بتحسسني بالنظافه هو الكلور، يعني بحس ريحه النظافه الحقيقيه في الكلور وبالذات في الحمام. بس ومسكت بقى حتى بصوا درجة الغسالة دي بقى الازازة اللي انا حاطة فيها المية النار. مسكت الدرج. بصوا يعني انتي املي اي قطاره عندك او حاجه ميه نار وسيبيها دقيقه واحده، وانتي يعني انا يا دوبك رشيتها ومسكتها وقفتها كده ودعكتها. الدرج نضف عندي وبقى زي الفل بصراحه، وهتشوفوه دلوقتي بيلمع. انا بقالي فتره كبيره جدا ما عملتوش وناسياه، وكل ما اجي افتح الغساله بحس ان انا لا مش طايقه المنظر، بس من كتر الضغوط اللي على الواحد في حاجات كده بيعديها ويقول ايه لما افضل هعملها. فانا كنت بصراحه ناويه في العيد ان انا اغسل الغساله وانضفها، ما لقيتش وقت ان انا اغسلها بصراحه، فقلت بقى فرصه. تصدقوني صحيان بدري ده فيه بركه فظيعه، ووقت الواحد بحس ان الوقت طويل وتقدري تعملي فيه كل حاجه، وبالذات لو ولادك نايمين بقى والدنيا هاديه حواليكي بتعملي كل حاجه بروقان ونظافه وراحه بال كده. كنت باعمل الحاجة بصراحة وأنا مبسوطة وباعملها على مهلي مش متسربعة، ما فيش حاجة تتكسر في إيدي، ما فيش حاجة ممكن تبوظ. لأ، الحاجة بتتعمل برواقة كده، وزي ما أنتم شايفين الدرج رجع بيلمع بإيه بحبة مَيّة نار ما يسخروش يعني، وبرضه بالبخاخة بتاعتي اللي فيها كلور كده، مسكتها وبدأت إيه ألمع الغسالة من برّه. زي ما قُلت لكم قبل كده البخاخة دي أنا حاطة فيها خل وكلور وشوية مَيّة. لمعت بيها برضو الغسالة، بس اهم حاجة ابقى بعيد عن البوردة، عشان البوردة لو جعت عليها مية ممكن الغسالة تبوظ. مسكتها من جوه ومن بره كده ومسكتها لمعتها كلها. برضو ده الحركة دي لازم تعمليها كل فترة، عشان خاطر تحسي ساعات الواحد مع الوقت كده بيحس ان الغسيل اللي يريح كمكمة كده او مش حلوة. نضفيها، اعملي لها دورة خل بقى كده و... وشوية ملح ليمون وشوية كربوناتو وارميهم فيها وشغليها دورة صغيرة كده، هتنضف معاكي وتبقى زي الفل. انا بصراحة ما عملتهاش المرة دي، بس انا بعملها كل ما احس ان الغسالة الهدوم طالعة عليها ريحة مش حلوة او ريحة مش عجباني، بقوم جاية رامية فيها حوالي نص ازازة خل معلقة كربونات ومعلقة ملح ليمون، واشغل الغسالة بقى وبس كده، باسيبها الهدوم بتطلع ريحتها جميلة وزي الفل. وده شكل الحمام بتاعي بعد ما نضيف. عايزة اقول لكم قد ايه انا كنت مرتاحة نفسيا ومبسوطة ان انا وصلته للمرحلة دي. بصوا يا جماعة انا بيتي بسيط جدا وحاجتي بسيطة، عزالي مش مودرن ولا حاجة جامدة جدا، لكن هو ده بيتي وهي دي حياتي زي ما انا عايشة فيها انا بطلعها لكم. بصوا بقى ده الوضع اللي انا كنت عايشة فيه. العلاج على التسريحة كده كانوا بياخدوا فلاجيل في سلارجين وستروبتوكين، وانا بقى باخد دواء الحساسية لان انا كان جالي حساسية كمان معرفش جات لي منين، وجبت صدقوني ازازة دواء من بتاعة ولادي وقلت انا هاخد منها مش هاخد اي ادوية تانية. بس فانا عايزه اقول لكم الدنيا مخبطه معايا تخبيطه جامده جدا، بس انا بشكر ربنا على كل ما جايبه، كل ما جايبه حلوه الحمد لله. بس مسكت بقى ايه، العلاج لميته
وزي ما انتوا شفتوا كده في دخلة الأوضة الباسكت، كل شوية امسكهم اغسلهم بكلور واحط لهم جنب السراير. ما صدقت بقى قاموا الصبح، واحدة راحت درس والتانية نزلتها الامتحان، وقلت بقى ايه قبل ما ابني وجوزي يفوقوا كده امسك بقى ايه الأوضة لمعها وانضفها بقى كده وامسحها بكلور كده وعقم اي حاجة كانوا بيلمسوها. وعايزه اقول لكم المفرش ده انا خدته غسلته وبفرده، وهو يعني بحطه كده وهو مبلول. يعني انا كان مندي كده وقلت ايه هشغل مروحه هينضف. المناديل كانت خلصت عندي من كتر استخدامهم ليها. عايزه اقول لكم استهلاك لكل حاجه في الفتره دي، بس ربنا يعديها على خير والحمد لله على كل حال، وكل ربنا يجيبه كويس. بس مسكت التسريحه كمان نضفتها كده من اي تراب او اي حاجه عليها وبس. وده الباسكت بقى والطبق البلاستيك اللي كنت حطاهم. انا سايباهم كده، بس مش سايباهم عشان خاطر انا عاجبني المنظر، لا انا كل شويه لما كانوا ببقى قلقانه بالليل بصراحه لانه ممكن يقوموا وانا مش جنبهم فمش هيلحقوا نفسهم، فحطاه لهم جنبهم. اول ما قاموا بقى قلت ايه اغير لهم الملايات بقى، وهم الحمد لله وقفوا ترجيع نشكر ربنا. قلت اغير لهم الملايات وانضف الاوضه بقى وامسحها بكلور كده وايه واشمس لهم الاوضه كده تتهوى وبس. وادي حياتي مع التعب. عايزه اقول لكم بقى ان جوناثان كان فاق شويه وبقى كويس. قام بقى ولاني بنضف، اول ما بيلاقيني بنضف على طول بيجي معايا ويمد ايده، بتبقى ايده في ايدي في كل حاجه. هنا بقى انا كنت خدت الحفه اللي كنت فرشاها على السرير قلت اغسلها، وطلعت لهم الدفايات دي وقلت ايه يتغطوا بيها بقى بدل اللحاف بس. ومسكت السرير التاني قلت انضفه بقى وايه وافرشه برضو. بس بفرش لكم الملايه في مينت، يعني انت ترمشوا كده بتلاقوا الملايه اتفرشت. بس قلت ايه اغير بقى الملايات كده احط لهم الملايات دي هما بيحبوها جدا. وزي ما انتم شايفين جوناثان بيساعدني، اول ما بيقوم يلاقيني بشتغل في اي حاجه على طول حشر نفسه معايا في كل حاجه وقايم بدور ان انا افرد معاكي الملايه، والملايات انا اللي اخدها احطها في البانيو على ما تخشي تشغلي على الغساله. بيقوم على طول يلاقيني بعمل اي حاجه، بحس ان هو ورايا كده على طول. ربنا ما يحرمني منه يا رب ويطول لي في عمره. ادعوا له ان ربنا يهديه. طبعا الولاد كل واحد عنده ولد عارف قد ايه الولاد شقية جدا جدا وما بتريحش، وهو برضو شقي بس ارحم من غيره كتير الحمد لله. هنا بقى انا كنت لمعت الكمبيوتر كله، بس جبت لكم اخر مقطع بس، قلت عشان ما اطولش عليكم بقى والفيديو يبقى طويل وتتخنقوا كده. بس مسكت الاوضه كنستها بقى والشرشوبه بقى بشويه كلور وكلوركس الوان، وقلت ايه امسح واعقم الارض كده عشان لو في اي حاجه نزلت منهم غصب عنهم الارض تبقى نظيفه بس. وزي ما شفتوا في الاول انا كنت راكنه السجاده هنا في الجنب كده وايه ولما كل حاجه من الارض بصراحه لحد بره بقى كل ده كان ملموم والشقه كانت فاضيه خالص. بس فرشت بقى النهارده وظبطت الدنيا كده وقلت ايه اقعدهم في مكان نضيف بقى يهدي اعصابهم وكده. والسجاد ده بقى السجاد ده انا كنت جايباه جديد من فتره بس ما فرشتوش، اول فرشه ليه كانت في العيد. ما قلتوليش رايكم فيه ايه بقى، عايزاكم تقولوا رايكم فيه ايه. هو انا جبته بسيط، بيجمع ما بين 3 الوان الكافيه والبيج وهنا اللون الكشمير الغامق شويه. في اوضه النوم بقى والطرقه جبته كشمير فاتح شويه. ولحد هنا الفيديو خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وكونوا استفدتوا منه وما كنش ضايقتكم واديت لكم طاقه سلبيه كده موضوع تعب ولادي. بس عايزاكم دعواتكم ليهم بقى. اشوفكم على خير واقول لكم مع السلامه، باي باي.